ده باب العزب، أحد أبواب قلعة صلاح الدين. مذبحة القلعة حصلت في الحتة دي بالظبط، وهي كانت من أكبر المذابح اللي حصلت في مصر. محمد علي باشا عمل حفلة بمناسبة إن ابنه بقى قائد الجيش، واستدرك المماليك لباب العزب. المكان ده كان مليان كل جثث، الشارع كان مليان دم وفضل لونه أحمر لفترة طويلة، علشان كده اتسمى بالدرب الأحمر. وكان فيه فتحة في باب العزب محمد علي كان بيصب منها زيت مغلي على المماليك. كل المماليك ساعتها ماتت ما عدا واحد، قفز من فوق باب العزب بالحصان بتاعه، وهو اللي عاش والحصان مات. شايفين الجامع اللي على 100 جنيه ده؟ ده جامع السلطان حسن، تعالوا نشوفه على الحقيقة. احنا دلوقتي عند جامع السلطان حسن اللي مرسوم صورته على 100 جنيه. الجامع ده استخدموه كحصن علشان كان في وش القلعة، ولما كان بيحصل خلاف بينه وبين حكام القلعة كانوا بيضربوا بعض بالمجانيق. وفي آثار على حيطان الجامع من برا، كسر كبيرة مدورة مكان المناجيق بتاع القلعة. ابن السلطان حسن مدفون هنا. المسجد ده اتبنى فيه 7 سنين. الجامع ده فيه قبة واحدة بس، تم نقلها لقلعة صلاح الدين الأيوبي تقريبا. أما القبة دي فالحكومة اللي حطتها، وهي أكبر من الأصلية، والحكومة حطتها بتقول إن هي باينة أفخم وأحلى عشان المكان هو فخم وحلو يعني، ففي رأيها إن دي مناسبة للمكان أكتر. الاقصى اللي هي قبه الايه؟ يبقى ده مش المسجد الاقصى، دي قبه الايه؟ في فين؟ في فلسطين او في القدس. تمام. وانا عندي الاقي هنا الايه؟ كعبه. تمام. فدي ليها دلاله. خليك اصل جامع احمد الطلوع هو كان عايش فيه. لا احنا مع التيم. ماشي، انا ظبط المساء. يلا تعالوا
يلا سلام. ده الحامل اللي كان بيتحط عليه المصحف وقت تلاوة القرآن، والمكان اللي قدامه ده هو المكان المخصص لجلوس الشيخ. يا نبي الرحمة يا رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتفضل يا المسجد. هناخد بريك هنا وهنصلي هنا. خلينا نبني القصة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل على ما يرضيه، فالتقوى ما واصل قلب امرئ إلا وصل، وأحق ما يوصي به المرء الله تقوى الله، فلا يراد الله حيث يخافون ربهم نعم.